للجميع، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو عن التعليقات السلبيه، وفي مغزى من ورا الفيديو ده هتعرفوه في اخر الفيديو. لو اول مره تشوفوني انا نورهان، بعمل فيديوز كتير مختلفه. لو حابين تشوفوا الفيديوهات دي اعملوا سبسكرايب او اشتراك للشانل من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. خلونا نبدا على طول. انا عملت الفيديو ده لان انا لاحظت في الفتره الاخيره ان التعليقات السلبيه زادت عندي، بس انتوا طبعا مش هتشوفوها لان انا عامله حاجه في الشانل عندي ان لما حد يكتب كومنت سلبي فيه شتيمه او حاجه كده بيتمسح لوحده. خلونا نفسر الموضوع ده واحدة واحدة. أول حاجة، أنا بعتبر نفسي إن أنا محظوظة أو إن أنا الناس بتحبني أكتر من اللي بيكرهوني، لأن أنا دايما بيجيلي التعليقات الإيجابية كتير والتعليقات السلبية بيكونوا 2 3 4، فأنا بشوفهم، بس يعني هما بيتحطوا في مكان لما بيتمسحوا فأنا بشوفهم. فأنا بعتبر نفسي إن أنا محظوظة، يعني أنا بعتبر إن ده حظ، إن أنا حظي في السما يعني. تاني حاجة، وأنا أصغر شوية أول ما بدأت التشانل وأول ما بدأت أعمل فيديوز على الميديا كنت بتأثر قوي بالكومنتس السلبيه، وانا اصلا كنت لسه مش على طبيعتي، يعني لسه كنت بتكلم بهدوء قوي وكنت متوتره وخايفه وما كانش لسه عندي معدات، فكانت كل حاجه مش مظبوطه وكل حاجه مش تمام، فانا ما كنتش على طبيعتي او ما كنتش على راحتي قوي. دلوقتي انا متعوده دايما خلاص يعني اتعودت عليكم فبتكلم بطبيعتي قوي، فانتوا حاسين ان انا اتغيرت او الناس اللي بتتفرج عليا حاسه ان انا اتغيرت. انا ما اتغيرتش، انا بقيت على طبيعتي اكتر، فانتوا حاسين ان البنوته الهاديه الكيوت اللي كانت في الفيديوز اتغيرت. انا ما اتغيرتش، انا في حياتي اصلا ساعات ببقى هاديه، ساعات ببقى مجنونه، ساعات ببقى بتكلم بحماس، ساعات ببقى ساكته. ما فيش حد طول الوقت على نفس النمط، فطبيعي ان انتوا شويه هتشوفوني هاديه، شويه هتشوفوني بتكلم بحماس ومجنونه، انا مثلا ببقى عايزه احمسكم لحاجه فاتحمس بزياده في الفيديو وهكذا. بس للاسف في ناس بتاخد ان ده فيك او ان انتي بتقلدي كذا او بتعملي كذا. هنتكلم عن التعليقات يعني سبيسيفيكلي اللي جات لي، بس الاول انا بكلمكم عن الموضوع بشكل عام. فكره ان في سنه 2019 لما انا كسبت نيكستاب كان في فيديو احنا بنصوره ورحنا اوضه كده علشان نسجل التعليقات السلبيه اللي بتتقال لليوتيوبرز. فهم قالوا لي، سالني المنتور بتاعي سالني وقال لي قولي تعليقات، كنت انا البطله في الفيديو، فقال لي قولي تعليقات سلبيه انتي قريتيها عندك في الشانل. فانا قلتها وهم ابتدوا يسجلوها، فانا قاعده وهم بيسجلوها انا عيطت وانهارت ومش عارفه ايه، وهو قاعد يهديني. المنتور بتاعي كان اسمه بيير، وقعد يقول لي ما تخافيش وما تتوتريش، خلاص انتي دلوقتي هنا وانتي يعني وصلتي اللي انتي عايزاه. ففاكره ان انا وانا صغيره كنت بتاثر قوي. دلوقتي انا في مرحله وعي اكبر بكتير من اللي كنت فيها اول ما بدات الميديا، فانا دلوقتي اصلا ما بتاثرش بالكومنتات السلبيه. تالت حاجه، ان انا اصلا ليه مش بتاثر؟ انا عندي قناعه ان مفيش حاجه البشر كلها بتتفق عليها. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، الناس ما اتفقتش على ربنا، الناس مش على نفس الدين، فما بالك انه شخص طالع على الميديا بيتكلم، اكيد مش كل الناس هتحبه واكيد مش كل الناس بتكرهه. انت ممكن تكون شايف طريقته مستفزه وفيك وبيعمل اعلانات كتير بس في ناس بتحبهم، في ناس بتحبهم تتفرج عليهم. فانا متصالحه جدا جدا مع فكره ان في ناس مش بتحبني، عادي جدا. متصالحه جدا كمان مع فكره ان انا بكبر وبتطور وبتغير، وممكن مع التغيير والتطور ده ناس تحبني، ناس لا، ناس تشوف ان انا اتغيرت تغيير ايجابي، ناس تشوف ان انا اتغيرت تغيير سلبي. وانا ما عنديش مشكله ان الناس تنتقدني عادي، بس انا عندي مشكله كبيره ان الناس تشتمني، لان انت مش من حقك تشتمني. يعني عادي تنتقد حاجه مثلا في لبسي، في شكلي، في شعري، في المكان اللي انا قاعده فيه، في الاضاءه، في التصوير، في حاجه مثلا في المحتوى، تقول لي لا ما كانش ينفع مثلا تعملي كده، مش عارفه ايه. عادي تنتقد، اللي هو الانتقاد العادي اللي احنا بنقول لبعض، عادي كلام، لكن مش عادي ان انت تشتمني، مش عادي ان انت تدعي عليا، مش عادي ان واحده تقول لي اصل انت مش عارفه ايه، اصل اهلك مش عارفه ايه. رابع حاجه، انا ليه بقى بعمل كده؟ ليه اصلا منظمه للشانل عندي ان هي تمسح الكومنتات اللي فيها اهانه او اللي فيها كلام معين؟ لان بكل بساطه انا مش عايزه ناس سلبيه في حياتي. انا مريت بفتره كبيره جدا في حياتي كان في ناس سلبيه وانا كنت سلبيه، وانا دلوقتي انتقلت الحمد لله من مرحله ان انا كنت سلبيه جدا لان انا بقيت ايجابيه جدا. فانا مش عايزه اخش في دوامه الناس دي تاني، ومش عايزه الناس دي تنجذب لحياتي وتكتر في حياتي. وانا مش بس بمسح الكومنتس
السلبيه من التشانلز بتاعتي او من الاكونتس بتاعتي على الميديا، انا بمسح الناس السلبيه من حياتي في الحقيقه. وده مغزى الفيديو ده، امسحوا الناس السلبيه من حياتكم، امسحوها مش بس من الكومنتس، لا امسحوها من حياتكم الشخصيه. وانا بقى دلوقتي حابه ارد على شويه الكومنتس خلينا نقول هي مش سلبيه لدرجه الشتيمه، بس في كومنتات بتتكرر كتير قوي. واول حاجه الناس بتكررها كتير بس في كومنتس مختلفه، انتي لبسك، انتي ازاي، انتي مسلمه ازاي، انتي اسفه بس انتوا ما تعرفوش اللي ما بيني وما بين ربنا، ومش من حقكم اصلا ان انتوا تعرفوا. يا جماعه مع كامل احترامي ليكم، انا مش بعبدكم انتوا زعلانين ليه؟ انا بعبد ربنا، انتوا مالكم؟ انتوا عارفين لما تقولوا انتي بتلبسي وانتي بتعملي، زي مثلا ما بتقولوا لي انتي مثلا ما اتجوزتيش ليه، اللي هو انتوا مالكم؟ هو انا لما اتجوز انتوا هتستفيدوا ايه او هتضروا ايه؟ يعني حتى لو انتوا بتقولوا من سبيل الحب ومن سبيل يعني مثلا النصيحه، او ان انتوا قصدكم فعلا خير مش قصدكم حاجه وحشه، انتوا بتتدخلوا في حاجه حرفيا مفيش اي حد في الكون غيري ليه دعوه بيها. ديني محدش ليه دعوه بيه، ديني محدش ليه دعوه بيه. وانا دايما ما بتكلمش في الموضوع ده في الاكونتس بتاعتي، لان انا شايفه ان اصلا يعني هي الناس مالها. يعني انا عمري ما اتعاملت مع حد وفكرت هو ديانته ايه، يعني عمري ما سالت صاحبتي دي مسلمه ولا مسيحيه ولا يهوديه ولا ايه ملتها ولا هي مصدقه في ايه، لان ايا كان اللي هي مصدقه فيه هو مش ليا. انا مش هتجوز صاحبتي، انا مش هتجوز الناس اللي بتابعها على السوشيال ميديا، انا مالي؟ مادام هي مش بتشتم في ديني ومش بتشتم في معتقدي، خلاص انا ماليش دعوه، ان انا مش هحاسبها. للاسف بس احنا في ناس، قله من الناس، لان الحمد لله دلوقتي الوعي بقى اكتر بكتير من الاول، في ناس الوعي عندها ممسوح، يعني مفيش تفكير اصلا، مفيش وعي، هو احنا كبرنا بيقولوا لنا كده، هو كده. ده من اكتر الكومنتس اللي بتتكرر، لبسي والحجاب وانت ليه مش لابسه حجاب، او الناس اللي بتتفاجئ بقى ان انا طلعت مسلمه. انا مش فاهمه يعني مش فاهمه. طب انا لو كنت طلعت حاجه تانية كانت هتفرق ايه؟ بس ما علينا. يعني عارفين اللي هو المسلمين يحبوا المسلمين والمسيحيين يحبوا المسيحيين واليهود يحبوا اليهود، ايه بجد. انا اقسم بالله انا في ناس في حياتي اقسم بالله ما اعرف ايه ديانتها بجد. وفي ناس اصلا، يعني انا في صحابي ومشاهير وممكن اطلع اقول لكم الكلام ده معاهم، انا كنت بفكراهم حاجه هم طلعوا حاجه تانية. الحياه ابسط من كده يا جماعه، ما تعقدوش نفسكم كده، ما تعقدوش الامور بالشكل ده. خلوا تفكيركم ووقتكم وتفحيصكم وتدويركم لنفسكم، يعني اهتموا بنفسكم. انا قصدي ان انتوا اهتموا بنفسكم بدل ما تهتموا بديانات الناس التانية والناس التانية لابسه ايه وعامله ايه ومتجوزه مين. اهتموا بنفسكم. والتاني تعليق بيجيلي كتير جدا جدا جدا، انتي بتقلدي كذا وكذا. دي مش شخص واحد، يا كذا دي كل شويه حد يكتب لي اسم وانا هقعد اقول هي مين دي. انتي بتقلدي فرح، لحد دلوقتي مش عارفه مين فرح، ماشي بس قصدي في فرح كتير في السوشيال ميديا، فمش عارفه هم قصدهم انهي فرح اللي انا بقلدها. انتي بتقلدي اياتي، انتوا اكيد عارفين اياتي اليوتيوبرز اليوتيوبر انتي بتقلدي ثواني هقول لكم البنت دي اسمها ايه، على طول بتطلع في الترند، يا ربي اسمها ايه مش فاكره اسمها، بس هي على طول بتجرب حاجات وانا انا عارفه ان انا شبهها. والله يا جماعه انا عارفه ان انا شبهها شكلا، بس انا وهي مش بنتكلم زي بعض. احنا بس شعرنا شبه بعض وملامحنا شويه شبه بعض، بس هي عينيها اوسع من عيني، وانا عارفه انا بحبها وبتفرج عليها، ولما بلاقي فيديو ليها طلع لي بتفرج عليه وبحبها وهي لذيذه، بس هي بجد هي بتتكلم بحماس اكتر مني بكتير وانا مش بتكلم كده، ماشي. يعني ممكن يكون في وجه شبه في طريقه اصلا اليوتيوبرز، مش ان احنا بنقلد بعض، محدش بيقلد حد، كل واحد بيتكلم بطريقته، بس فكره صناعه المحتوى نفسها بتتطلب طريقه القاء معينه ولذيذه وحلوه، فانتوا بتحسوا ان احنا كلنا شبه بعض او بنقلد بعض. وكفاياكوا تكتبوا لي ان انا بقلد كذا وكذا وكذا وكذا. انتوا كتبتوا لي ان انا بقلد كل اليوتيوبرز اللي اتوجدوا في التاريخ، حتى الولاد يعني انا مش فاهمه انا بقلد مين ولا مين. المشكله ان انا بقول ما يمكن فعلا هم عندهم حق، يعني بتكلم فعلا بطريقه الشخص ده، اخش عند الحد ده
الاقيه مش بيتكلم كده او مش بيقول كده، او يعني مثلا في كومنت جالي انت حكيتي نفس القصه بالظبط اللي حكيتها كذا، مش فاكره الصراحه مين هي كذا. دخلت اشوف البنت ما قالتش اي حاجه من اللي انا قلتها، او بالعكس انا ما قلتش اي حاجه من اللي هي قالتها. فلو انتوا بتجيبوا التخيلات دي منين؟ يعني ايه الفضا ده بجد؟ يعني قاعدين تكتبوا للناس انتوا كتبتوا زي ما وهم اصلا فعلا ما عملوش كده. يعني ربنا يكون في عونكم. تخنتي خسيتي، تخنتي خسيتي، تخنتي خسيتي، ويا ريتكم مثلا بتقولي تخنتي خسيتي على الوصفه، على الوصفه ايه ان انتوا عايزين تعرفوا الطريقه مثلا ازاي خسيت ازاي تخنت. لا، انتوا بتكتبوا لي تخنتي خسيتي ان انتوا بتقولوا لي لا انت كده تخنتي شكلك بقى وحش خسي، لا انت رفعتي برضو. جه وقت من سنه مثلا وشويه كنت رفعت قوي قوي، لا وشك باين انه تعبان. لا يا جماعه في ايه؟ انتوا اقسم بالله لو جوزي ما يجرؤش اصلا ان هو يقول لي تخنتي خسيتي وشك مش عارفه ايه في ايه يا جماعه. انا بيجي لي وقت مثلا اسيب نفسي في الاكل وما اركزش فبتخن، بيجي لي وقت مثلا احس ان انا تخنت عايزه اخس شويه فبقلل اكل العب رياضه شويه فبخس، وانا من النوع اللي بيخس بسهوله جدا جدا وبيتخن بسهوله. فهتلاقوني في حياتي تخنت وخسيت كتير. مفيش بقى، مفيش خطه، مفيش مؤامره، مفيش اي حاجه ورا هذا الموضوع. مفيش واحد انا بتخن له واخس زي ما انتوا فاكرين، مفيش وصفه انا بستعملها بتخن خدودي ومش عارفه ايه، مفيش. انا ما بعملش الحاجات دي، هو طبيعي بخس وبتخن زي باقي البشر كلهم. التعليق اللي بعد كده واللي بيجي لي كتير جدا برضو، انتي ليه ما اتجوزتيش؟ انتي ازاي ما اتجوزتيش؟ انتي حلوه وشاطره مش عارفه ايه، ازاي ما اتجوزتيش؟ ليه انتوا رابطين ان الشخص يتجوز بانه يكون مبسوط او ناجح او سعيد او حقق؟ ايه علاقه ده بده؟ يعني الجواز ده فتره طبيعيه الانسان بيمر بيها في الحياه، قرار الانسان بياخده. مش معنى ان انا ما خدتش بس انا عارفه انتوا ليه بتكتبوا كده، ليه ساعات برضو ايه بتكلم في حقوق المراه وكده، فانتوا متخيلين ان انا كاره الجواز او كاره الرجاله. برضو في يا حبايبي رجاله كتير قوي مقهورين مني بيقعدوا يكتبوا لي في الفيديوهات بتاعت حقوق المرأة وكده، انتي اتعقدتي، انتي اهلك عقدوكي، انتي مش عارفه. يا جماعه معلش، هو انا لو اهلي عقدوني هيسيبوني اطلع اقول كده في النت؟ يعني شغلوا مخكم 30 ثانيه بس، 30 ثانيه هتلاقوا الاجابه. يعني انا لو اهلي قاهريني ومضايقني وبيضربوني وبيولعوا فيا زي ما انتوا بتكتبوا كده، هل هم، ما انا عايشه معاهم في نفس البيت، هل هم هيسيبوني اطلع اقول كده عليهم في النت؟ شغلوا مخكم، ما هم شايفين النت، هم عندهم نت، يعني حتى احنا لاقطين من نفس الواي فاي. يعني شغلوا مخكم. وانا عارفه الرجاله اللي بتكتب كده بس الكلام بيبقى جاي على الجرح، فايه يعني بيتعصبوا. يعني فان انت اصلا تبقى فاضي لدرجه ان انت تخش تكتب لواحده عامله فيديو عن حقوق المرأة، اللي هي حاجه مالكش انت دعوه بيها خالص بالحوار، انت لا مرأة ولا ليك دعوه بحقوق المرأة ولا مؤمن بيها ولا مالكش دعوه انت خالص بالحوار، وبتكلم في حاجه اصلا حتى مالهاش دعوه بالرجاله. يعني بتكلم مثلا في الشغل مش عارفه ايه، في حاجه ما لا تخص الرجل بجنيه ونص، وحضرتك داخل تكتب لي اصل انت مش عارفه ايه، اصل انت اهلك مش عارفه. فده لا يدل على حاجه غير ان حضرتك راجل فاضي بس. يا جماعه انتوا عايزين تشوفوا طبيعتي؟ هي دي بقى طبيعتي، هي دي طبيعتي. انا كده بتكلم، الفيديو ده اكتر فيديو في حياتي اتكلمت فيه بطريقتي الطبيعيه. ووصلنا لاخر كومنت برضو بيتكتب لي كتير، وهو عن الفلوس. انتي مش شقيانه في الفلوس، انتي بتاخدي فلوس من اليوتيوب وبتضيعيها، تروحي تشتري سكين كير، تروحي مش عارفه ايه، انتي اهلك بيصرفوا عليكي فمش حاسه بالناس مش عارفه ايه، محسسني ان انا طالعه بقول لكم بصوا اللامبورجيني اللي انا راكباها، انتوا يخرب بيت الاوفر على ازازه السيرم ام 300 جنيه، اللي هي اصلا يا جماعه ازازه سيرم رخيصه. 300 جنيه ده مش ازازه سيرم كتير يعني، والله العظيم. يعني في ناس ممكن تكونوا انتوا مش بتتفرجوا عليها، بس في ناس بتشتري ازازه سيرم ب 2500 جنيه ماشي. في ازازه سيرم مشهوره كمان، يعني موجوده عند معظم البلوجر واليوتيوبرز. اجي انا بقى البنت يا عيني الغلبانه اللي ماسكه ازازه سيرم ب 300 جنيه تقولوا لها انتي بتجيبي حاجات غاليه او انتي مش عارفه ايه، وتروحوا بقى عند اللي مشتريه اصلا ازازه سيرم ب 2000 ونص 3000 جنيه. الله، حاجتك كلها كيوت، انتوا عندكم فصام يا جماعه. بس انا فاهمه ليه ده بيحصل قوي، لان انتوا شايفيني ان انا بنت مصريه في الطبقه المتوسطه، فانتوا شايفين ان انا لازم اعيش بنمط حياه معين.
وشايفين البنت التانية اللي مثلا ممكن تكون عايشة في بلد خليجي او هي اصلا خليجية، شايفين ان هي طبيعي ان هي يكون عندها شنطة ديور او شنطة مش عارفة ايه بكم 1000 جنيه، لكن انا مش طبيعي ان يكون عندي ازازة سيروم ب 300 400 جنيه. انا فاهمة النظام الطبقي العنصري اللي احنا اتربينا عليه ده كويس قوي، مش احنا بس، كل العالم اتولد ولقى ان العالم بيصنف البشر في كاتيجوريز معينه، يعني دول لوحدهم ودول لوحدهم، اللي عايشين في الخليج دول بيعيشوا في مستوى مادي معين، اللي عايشين في مصر بيعيشوا في مستوى مادي معين. ومش انا عارفه كويس الفكر ده، لان انا متعمقه، يعني انا متعمقه في الحاجات ومش بس على فكره العرب او مش بس مصر، حتى بره عندهم عنصريه، يعني بره عندهم عنصريه باللون، مش هيبقى عندهم عنصريه في الحاجات دي. اللحظه اللي انتوا هتخرجوا فيها من الفكر الجمعي ده وتحاولوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، صدقوني لا هيبقى عندكم وقت اصلا ان انتوا تشوفوا الناس السلبيه اللي في حياتكم، ولا هيبقى عندكم وقت تكلموهم ولا تسمعوهم، ولا هيبقى عندكم وقت ان انتوا اصلا نفسكم تبقوا سلبيين، لان الدنيا ماشيه بسرعه. انتوا لما الوعي يتفتح شويه عندكم هتحسوا ان الدنيا ماشيه بسرعه، فانتوا نفسكم مش هيبقى عندكم الوقت ان انتوا تعملوا الحاجات دي. لو عايزين تاخدوا خلاصه الفيديو ده، امحوا السلبيه من حياتكم، سواء هي اشخاص او افكار او ايا كان هي ايه، امحوها من حياتكم، لانها هتفضل دايما تشدكوا على ورا. وانا عارفه ان في ناس كتير هتقولي انت مش بيتكتب لك كومنتس كتير سلبيه وكده. انا بيتكتب لي بس انتوا ما بتشوفهمش، وهم فعلا مش كتير، وانا عارفه ان في ناس كتير جدا بتحبني وبتتابعني من كتير، وانا بحبكم اقسم بالله اكتر بكتير من ما انتوا بتحبوني. وبما ان انا بحبكم فانا بجمع لكم ارجوكي ما تتكسريش. بما ان انا بحبكم، انا عايزاكم توصلوني 250,000، عايزاكم توصلوني 250,000 عشان ان شاء الله اول ما نوصل انا بجمع لكم الهديه بتاعتي. بصوا حاليا الحاجات كتير فانا مش هوريها لكم دلوقتي، بس هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو بتاع المسابقه. اول ما نوصل 250,000 مشترك ان شاء الله انا هعمل لكم جيف اواي هنا في الشانل، وهتبقى بس على اليوتيوب، مش هيبقى فيها اي منصه تانية. انا كمان قربت اوصل لل 100,000 في التيك توك وفي الانستجرام، فممكن كمان تروحوا تتابعوني هناك، عشان انا برضو هعمل مسابقه تانية لوحدها في التيك توك ولوحدها في الانستجرام اول ما اوصل ال 100,000 في كل بلاتفورم. فما تنسوش تتابعوني عشان ما تفوتكوش اي مسابقه، ممكن تكسبوا اي مسابقه من الثلاثه. بس كده، لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، سلام.